يا من أتيتم من النقب جنوبا ومن المركز من المثلث من الجليل من مدن الساحل، ويا من أتيتم من القدس الشريف، أتيتم ليجتمع ولنؤكد وإياكم في هذه الذكرى 68 لنكبة شعبنا الفلسطيني. هذه الذكرى التي بات إلزاما علينا في كل عام أن نظل بعالي الصوت ننادي ونؤكد على أنها أبدا نكبة لن تتكرر ثانية. نبتدي لنؤكد العزم ونجدد العهد والميثاق على أن لا نكبة بعد اليوم بإذن الله، لا نكبة بعد اليوم. وشعبنا الذي صدق قبل 62 سنة لمن قالوا له إنها أيام وعلى الأكثر أسابيع وسترجعوا إلى قراكم وإلى مديركم لتمر وتنقضي 62 سنة وشعبنا ما يزال يحلم بالعودة. لا نكبة بعد اليوم، وقد تعلمنا هذا الدرس لنقول بعالي الصوت أننا ولن نصدق أبدا هذه الوعود ولا هذه الأكاذيب التي باتت تتردد اليوم، ولكن على شكل آخر وبأسلوب آخر. إنه شكل وأسلوب من ما يزال يصدق وعود أمريكا وإسرائيل. يوما ستنعم علينا بسلام وستنعم علينا بدولة فلسطينية. لا، كما أننا تعلمنا الدرس في الأولى فإننا تعلمناه في الثانية. فلا نكبة بعد اليوم، لا نكبة بعد اليوم. وشعبنا هذا المبارك المرابط يؤكد صباحا ومساء على أنه يرفض التنظيم، يرفض أن تكون له مصر وطنا، يرفض أن تكون له الأردن وطنا، يرفض أن تكون له سوريا وطنا، مع تقديرنا وثنائنا وشكرنا لشعوبنا العربية المباركة هذه التي استضافت وما تزال تستضيف شعبنا كشعب شقيق أخ. لكن أبدا الأردن للأردنيين وسوريا للسوريين ومصر للمصريين وفلسطين للفلسطينيين. لا نكبة بعد اليوم، لا نكبة بعد اليوم. وشعبنا الفلسطيني الذي يعلم تماما أنه في العام 48 لما حلت هذه النكبة المشؤومة على شعبنا، فيومها كان هناك من يتغنى بثورية أو قومية، ومنهم من كان يلهث خلف سراب رأسمالية أو اشتراكية، وظنوا الإسلام يومها طقوسا وظنوه كهنوتا، وإذا بهم يدفعوا بذلك ثمنا. شعب لا يرضى أبدا بغير الإسلام منهجا، وكيف تكون نكبة ثانية وشعبنا اليوم يردد أن الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا نكبة بعد اليوم، ولن تروا بعد منا أمة همجا تمضي سفينتها من غير ركاب. ويل
لمن حسبونا قطعة نظمت من غير خافية من غير أوزان. معاذ الله أن تنحل عروتنا أو أن نسيها وفينا نور القرآن. لا نكبة بعد اليوم، ونحن الذين اخترنا طريق الإسلام منهجا، ونحن الذين نأبى أبدا إلا أن نعتز بأصولنا وبماضينا وبتاريخنا وبكتابنا وبرسولنا، وأبدا لا نرضى أن نطأطئ الرأس إلا لخالقنا وبارئنا الله جل جلاله. لا نكبة بعد اليوم، لأن متغيرات كثيرة قد طرأت، ولأن واقعا جديدا باتت ترسم معالمه. هذه شعوبنا المباركة التي أسلمت قيادتها يوما لقادة باعوها بثمن بخس دراهم معدودة، وباعوا أرضها وعرضها وكرامتها. شعوبنا هذه باتت اليوم والحمد لله تطرب، أقول تطرب على صوت الحق، على صوت الشجاعة، على صوت البطولات، على صوت التضحيات. ينبعث أقول وبعالي الصوت صوت البطولات والكرامة، ينبعث من هنا شمالا من جنوب لبنان، وينبعث من هناك جنوبا من قطاع غزة، مؤكدا هذا الصوت على أن الأيام الخالية التي كان فيها شعبنا يضرب على الخد الأيمن فيدير لظالمه الخد الأيسر، هذه مرحلة لن تتكرر إلا نكبة بعد اليوم. وشعوبنا هذه قادرة بإذن الله على أن من ضربها على الخد الأيمن ستصفعه مرة ومرة ومرة على كلتا الخدين. لا نكبة بعد اليوم، لا نكبة بعد اليوم. وإسرائيل هذه التي احتلت أرضنا وشغلت شعبنا وانتهكت حرماتنا ودنست مساجدنا، إسرائيل هذه التي كانت عنوانا أولئك الطائعيين الذين يسمونهم ممن كان هم إسرائيل هو همهم. أما وإن إسرائيل اليوم تنام على فضيحة وتصحو وتستيقظ على فضيحة. أما وإن إسرائيل اليوم باتت السمة الملازمة لقادتها إلى نهي الرشاوى والاختلاسات وفضائح الجنس والأخلاق والسرقات والاعتداء على الأموال والممتلكات العامة. إسرائيل هذه مرت بين مرحلتين، مرحلة كانت فيها نسبة الفساد في الحكومات الأولى التي بنت إسرائيل، حكومة بن غوريون وليفي إشكول، كانت نسبة الفساد لا تتعدى 18%، أقل من 1%. أما وقد حل بهم الذي حل بمن سبقوهم ليصبح اليوم نسبة الفساد في حكومة أولمرت الأخيرة 52%. 52% من 18 إلى 52%. هذه إسرائيل التي ظلت تصور نفسها بأن